احد المرشحين محصل له صوت واحد في الديوانيه. معقوله مرته ما منتخبته؟ واحدى المرشحات محصله صوت واحد، معقوله رجلها ما منتخبها؟ احييكم اخوان بمهمه جديده. هل تم التلاعب بنتائج الانتخابات النيابيه الاخيره؟ هل حذفت اصوات؟ هل تم اضافه اصوات لمرشحين اخرين؟ اسئله كثيره، ولعل ابرزها احد المرشحين محصل له صوت واحد في الديوانيه. معقوله مرته ما منتخبته؟ واحدى المرشحات محصله صوت واحد، معقوله رجلها ما منتخبها؟ وتفاصيل اخرى سنتحدث بها مع عضو مجلس النواب حيدر علي شيخان، اللي يتفاجأ انه اصواته بين ليله وضحاها ما تم التلاعب بها، لا، لكن صعدوا نائب على حساب اصواته وفقا لحديثه. شنو صار؟ شنو التفاصيل اللي صارت؟ راح اتحدث بها، وحق الرد مكفول للجميع، ولا نتهم احدا بالتقصير والفساد والتزوير والتلاعب والاضافه والحذف، والضيف هو من يتحمل المسؤوليه كامله عن المعلومات. احييك استاذ. اهلا وسهلا بك استاذ حيدر. الله يخليك وربي يحفظك. شنو صار؟ والله اللي صار، احنا انت اعلنت انه انت فائز. انا اعلنت انا فائز بناء على المعطيات وبناء على المراقبين، الكيانات السياسيه الموجوده اللي موزعه بجميع المحطات. اجتني ارقام انا فائز. بلغتني الماكينه الانتخابيه لتحالف خدمات في الديوانيه ان منافسي ماخذ 5102، وانه اني بالاصوات عبرت ال 8000 عندهم. هاي بنسبه ايش قد؟ هذه بعدنا احنا بالبدايه. بعدين تدري احنا جمعنا الاشرطه ل 90% من المراكز الانتخابيه والمحطات. جمعنا الاشرطه. احنا تدري عندنا ماكينه انتخابيه وماكينه كلش قويه، وجمعنا الاشرطه. توصلنا الى انه احنا اصواتنا الحقيقيه وصلت 8000 تقريبا، وصلت 8811 بنسبه 90%. زين 90% انا هسه احكي لك. ومنافسنا وصلت اصواته الى 5457. 90%. انت 8000 وهو 5000. زين بنسبه 90%. هاي بناء على الماكينه الانتخابيه. تفاجئنا من اعلنت النتائج الاوليه للمفوضيه انه حصل على 9741. ما اعرف قدره قادر. زين يجوز هاي ال 10% هيك تسوي؟ يجوز هسه ما اعرف. احنا اجراءات المفوضيه بالعمليه الانتخابيه كانت اجراءات جيده جدا واداره جيده جدا وما عندنا كل مشكله بها، لكن احنا نسائل شلون صعد الى هذا الرقم من 5457 صوت الى 9741 صوت؟ شلون صعد؟ بالمناسبه يعني انا حتى خابروني الماكينه الانتخابيه ببغداد، قالوا الف مبروك انت الفايز. انت الفايز. قبل مؤتمر، قبل اعلان النتائج الاولي. شنو صار؟ سنجي اشوف هسه عوفك والله من المرشحين اللي ماخذين تسعينات وثمانينات. انا مدوخيني ذولا واحد بواحد، كل من حصل صوت واحد. استاذ حيدر، المرشحين اللي وياي بالقائمه بالتحالف بالقائمه في الديوانيه لن تواقيعهم. استاذ حيدر هاي تواقيعهم اقراها، يقولون هاي مو اصواتنا الحقيقيه. هاي تواقيعهم مقدمين طلب المفوضيه العليا المستقله في الانتخابات في محافظه القادسيه. موضوع طعن ذولا ياكدون، ذولا اكثر من تقريبا 10 اللي هم قعدوا وجابوا لي الوثيقه هاي لهلي. انا ما قعدت وياهم والله الناس، بس خابروني بالتليفون وقلت لهم انا وياكم معكم قلبا وقالبا، وجابوا لي اياهم. ويعني ذولا كلهم يقولون هذني الموجوده اللي نعرضن بالبيانات الاوليه، النتائج الاوليه للمفوضيه، هاي مو اصواتنا الحقيقيه. لا هو واضح. هذا اختنا رقم ماخذ مصوت له واحد.
وهاي المرة مصوت لها صوت واحد، يعني هي رايحة منتخبة نفسها وهو منتخب طبعا نفسه. هاي شخوص معروفه بالمحافظه، مو يعني سهله واحد عضو مجلس محافظه وناس معروفين وشخصيات مهمه بالمحافظه ومن بيوت معروفه بالمحافظه، يعني مو ناس عاديين مثلا هسه تقول انسان عادي ما عنده علاقات، انسان عادي ما عنده، لكن ناس معروفين. لكن بهيج طريقه يبلغك التحالف مالتك ماكينتك الانتخابيه، يقول لك انت الفايز، هذا الرجل ما فايز. هو نفسه يعني صرح وقال لهم انا انتهى الموضوع وانا ما فازت بناء على الكلام اللي جانا، والمجتمع يدري انا الفايز، لكن بهيك طريقه ما اعرف. ممنون منك كان استاذ حيدر، وان شاء الله كل واحد ياخذ حقه. الله يخليك، شكرا. الله يحفظك، حق الرد مكفول للجميع. وانا والله ذولا هذا المنتخب واحد، كل من منتخب محصل والله حطيت صوت. اي حج مو منطقي، اي والله مو منطقي. شنو يعني واحد ينتخب نفسه زين مرته ما منتخبته؟ والله مشكله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.